صحيح. يد المغرب ممدودة إلى عدد من الدول الأفريقية تعرات. شكون هما هاد الحسادنة؟ النظام الجزائري عايش ولا البقاء ديالو رهين بسوء العلاقات مع المغرب. المغرب ما خصوش تكون العلاقة زوينة. لاحظتوا معايا وكنت قلتها في الفيديو اللي فات أن الجمهور الجزائري اللي جاي يشجع الفريق الجزائري لما وصلوا في الأيام الأولى لقاو الترحاب، لقاو المغاربة مادين يديهم عادي مزيان. حنا المغاربة معروفين بالاستقبال، حسن الاستقبال، بالطيبوبة ديالنا عادي، ما بدلنا ما شكلنا ما درنا والو. لكن النظام الجزائري تخلع. كيفاش؟ هادو مشاو شافوا كاين مؤثرين اللي كيقول لك ويلي واش هادي الدار البيضاء، واش هادي غادي اش غيدير النظام الجزائري؟ غادي يزير، غادي يتخلع وغادي ينوض الاعلام ديالو، لان راه ما عندهمش اعلام حر، اعلام مستقل. هذا راه نظام عسكري. سوء الجوار مع المغرب اللي في صالحه كيبرر به البقاء ديالو النظام، كيبرر به الصفقات ولا الميزانيه ديال الدفاع حتى شي واحد ما يدوي راه المغرب غدا يهجم علينا، المغرب غدا يدير لينا، وكيسوق ويروج لهذا الشيء. اللي المغاربه خصهم يعرفوا ان اغلبيه المسؤولين الجزائريين عسكريين ولا مدنيين كلهم حسابات بنكيه بالملايير في فرنسا، في سويسرا، في لي زوفشور، وهذا حاطين فلوسهم تما. اللي ما عارفينش عاوتاني المغاربه هو ان عدد كبير من المسؤولين اللي البارح كانوا كيحاربوا المغرب لما خداو لي غوتريت ديالهم ومشاو لاوروبا وفلوسهم محطوطه وكندا وغيرها، كيجيو كيستقروا في المغرب وكيديروا استثمارات ضخمه في الفلاحه، في العقار وغيره. كاين اللي عنده غير فيلات وهذا وكيجي كيرتاح هنايا في العطل ديالو. ما كنتكلموش على ناس عادي، كنتكلموا على جنرالات كاينين معنا هنا في الجزائر، جنرالات جزائريين، مسؤولين جزائريين، مسؤولي مخابرات الجزائريه، وكيجيو هادشي كله مزيان. النظام الجزائري كيتخلع من هادشي. النظام الجزائري من غير من شاف هاد الجاليه وشنو شافت يقلقه عاوتاني ان الجاليه الجزائريه في اوروبا وامريكا الشماليه كتجي كتستقر في المغرب. سيروا مراكش، سيروا للدار البيضاء، سيروا شوفوا الجزائريين شحال جايين من فرنسا، من بلجيكا، من كندا، من الانجليز وفي اكادير كيجيو كيستثمروا. كاين اللي كيجي كيدوز لا روتريت ديالو هنايا، كيشري دار، عنده فلوسو وكيستقر، ولكن ما كيرجعش لبلادو الجزائر باش يستثمر ولا يدير شي حاجه، لا. وهذا الشيء كامل النظام الجزائري كيضربوا ليه حسبه. علاش كيقول لك علاش المغرب؟ وهنا فين غنمشي؟ الله يكثر حسادنا. كيحسدونا في الوقت اللي يدنا ممدوده ليهم، في الوقت اللي حنا متكاملين. كاينين اللي غادي يقولوا لي يا رضا راه ملي خسرنا ضد السنغال، وهذيك خسرنا ما نقولش خسرنا لما سرق الكأس من المغرب، لان كبريات الجرائد العالميه ماركا ديال اسبانيا ليكيب وغيرهم كلهم تكلموا عن المهزله اللي وقعت. غنقولوا سرقه، غادي يقولوا لي راه خرجات الجاليه الجزائريه في اوروبا، خرجوا مواطنين في الجزائر يحتفلون، يعني الشعب الجزائري ضدنا ما كيحملناش. غادي نقول لكم واحد القضيه. الجزائر فيها تقريبا 50 مليون مواطن، واش خرجات واحد 40 مليون مواطن احتفلت؟ واش خرجات 16 مليون؟ واش خرجت 15 مليون؟ واش خرجت 2 مليون جزائري احتفلت؟ كاين مئات اللي احتفلوا كلاكسونا وخرجوا. هذا لا يعني ان هاد الناس هادو يمثلون الشعب الجزائري كامل. بحالنا حنا اللي دويتي معاه ولا في الشارع ولا شنو، ملي كيكون شي واحد مواطن من افريقيا جنوب الصحراء اللون ديال البشره ديالو سوداء، كنسمعوا العنطيز، كنسمعوا عزي، كنسمعوا العبد، كنسمعوا شي كلمات بحال هكا. واش المغاربه حنا عنصريين؟ لا ماشي عنصريين، ولكن واحد الفئه فينا عنصريه، واحد الفئه
فينا اللي ما عرفاش ما واعياش هي اللي دايره بحال هكاك. اما اغلبيه ديال الشعب المغربي وحنا 40 مليون راه ماشي بحال هكا، لسنا بعنصريين ومرحبين باللي جا عندنا وكل شيء. الجزائر شنو غادي دير؟ غادي تخدم اللوبيات ديالها من اجل افساد كاس افريقيا. كيفاش المغرب يدوز كل شيء مزيان والنهائي يدوز كل شيء مزيان؟ نتوما كتعرفوا بان النائب ديال المدرب ديال السنغال جزائري. غير هذه بوحدها غتعطيك شنو كان مخطط له. وراه تكلمت على هذا الموضوع. جلالة الملك جعل افريقيا في صلب الدبلوماسيه الرسميه، في صلب الدبلوماسيه الملكيه، وعندنا الدبلوماسيه البرلمانيه وعندنا الدبلوماسيه الحزبيه، واليوم ولات عندنا الدبلوماسيه الامنيه. كتعرفوا شحال ديال الطلبه في سلك الشرطه من دول جنوب الصحراء كلهم كيتكونوا في المدارس ديال الشرطه المغربيه. كتعرفوا التنسيق الامني بين المغرب وعدد من الدول الافريقيه، ما نتكلمش على اوروبا، ما نتكلمش على امريكا. انتم شفتوا من بعد الاف بي اي والمدير ديال الاف بي اي وما ادراك ما الاف بي اي اللي كيجي للمغرب، ومني كيجي بحال هذا السيد في هذا المستوى والمسؤوليه واللي بغينا، هذا راه تشريف للمغرب والمجهودات ديالو. هاد الناس هادو ما كيعرفوش يديروا شي ميكولور ولا يصبغونا ولا لا، لان شافوا فينا المسؤوليه، شافوا فينا الاحترافيه. من بعدهم كيجيوك المسؤولين ديال بريطانيا، وما ادراك ما بريطانيا. كيجيو يشيدون وكيتعرفوا كيفاش كنخدموا، شنو كنديروا وكل شيء. هادشي راه ماشي سهل، وهادشي يقلق الجيران. جلالة الملك لما تكلم على افريقيا وهذا غادي نقول لكم، كتعرفوا افريقيا الثروات ديالها كانت كتشفر، نديروها بالدارجه كتشفر من طرف فرنسا، وكانت دايره بحال قلتي الصندوق ديال الفلوس ديال فرنسا هو افريقيا. واحد النهار المغرب قرر ان غادي من بعد ما كان ما بقاش كيمشي المحافل الافريقيه وهذا، بان غيرجع لافريقيا. كان تصور ملكي، المغرب غادي يستثمر في افريقيا، غادي يعاون هاد الدول يخرجوا من التبعيه لشي دوله ولا فرنسا ولا غيرها، وغادي تكون عندها ديمقراطيه وغادي تكون هي مزيان. كتعرفوا بان فرنسا اليوم، هادشي ماشي انا اللي كنقولوا، الفرنسيين والسياسيين الفرنسيين يعترفون. كيقول لك اليوم من بعد ما سنوات وعلى عشرات السنين كنا حنا كنتحكموا في افريقيا، اليوم الا بغينا شي حاجه في افريقيا خصنا ندوزو عن طريق المغرب. السياسيين الحمد لله الانترنت كاين، دخلوا وشوفوا. المغرب الا مشيتو دابا لموريتانيا، كتعرفوا كانت لسنوات منذ الاستقلال ديال موريتانيا كانت شركه توتال كانت اكبر شركات المحروقات تما ودايره ما بغات. شركه توتال حيدات ودخلت شركه مغربيه. اكبر بنك في موريتانيا هو التجاري وفا بنك، وكبار رجال الاعمال ما كيتيقوا غير في التجاري وفا بنك يتعاملوا معاه في موريتانيا. فين ما مشيتي بانوك لي زافيش موريتانيا ديال. الا مشيتو لموريتانيا غادي تشوفوا الجاليه المغربيه، تشوفوا استثمارات مغربيه. كتعرفوا في موريتانيا راك شفتوا الفيديو اللي كنت درت، كيمكن لك تسارى في نواكشوط نواديبو فين ما بغيتي وتجبد الاورو وتجبد الدرهم وتقول لي في اي متجر، يعني بيسري صغير، وتقول لي واش نخلصك. حنا ما قلناش دابا، ما نتكلمش على اللوغيه، واش نخلصك بالاورو ولا الدرهم؟ كيقول لك عطيني الدرهم. فين ما مشيتو للكبريات هذا الدرهم. وهذا فخر لنا واعتزاز بان الدرهم ها هو حاضر. الا مشيتو للسنغال استثمارات مغربيه ضخمه، الغابون، مالي، كوت ديفوار وغيره. بالسنغال اللي بغيت نوصل ليه، بالسنغال ناس احتفلوا وقالوا بان ضربوا طلبه خرجوا. ملي كنتكلم طلبه مغاربه في السنغال، السنغال فيها 18 مليون نسمه، خرجوا احتفلوا بالفريق ديالهم. انا مشيت للسنغال واحد 4 ولا 5 هاد المرات. كتعرفوا لما كتكون مغربي
والله العظيم الا بحال في المغرب. الحب ديالهم للمغاربه. شارع محمد الخامس من الشوارع الكبرى اللي كاينه تما. كتعرفوا الحب ديالهم لملك المغرب لا يتصور. واش حيت وحدين انا غنسميهم معتوهين اميين اللي بغيتو مدفوعين اللي بغيتو هجموا على مقهى مغربي، السينيغاليين كلهم خايبين. واش المصريين من يخرجوا احتفلوا بفوز السنغال ولا بسرقه الكاس من طرف السنغال 118 مليون نسمه كلها خايبه، كلها ضد المغرب؟ لا، المدرب السنغالي كان فاسد فاشل اللي بغيتو، افسد الفرحه، ولكن كان مخطط له. المدرب المصري برر فشله باش الفريق ديالو يوصل للنهائي بالمغرب. مخطط له، مخطط له. اللي بغيت نوصل ليه، كتعرفوا غير هاد العبد الضعيف رضا الطوجني فيسبوك غير البارح في لاباج فيسبوك ديالي تم حذف وبلوكينا 43 تقريبا حساب وهمي على الفيسبوك الذي يدعو الى الكراهيه، الى العنف، الى العنصريه. ملي كتدخل لهاد الحسابات الوهميه كتدخل ليه كتلقى حديث نشأة دار هذه يومين 3 ايام 4 ايام يلاه داروا. الهدف ديالهم هو العنصريه والكراهيه. علاش؟ بحال هادشي اللي داروا عندنا غيديروا عندهم في البلدان، غيمشيو يديروا بحالهم في السنغال، بحالهم غيديروها في المالي، بحالها. ما قدروش على المغرب دبلوماسيا، ما قدروش على الجاليه المغربيه اللي منتشره في عدد من الدول الافريقيه، ما قدروش على المغرب. شنو غنديروا؟ غادي نمشيو لمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي اليوم هي لا مود، هي الترند، وغادي نحاولوا نلعبوا بالعقول ديال المجتمعات باش نعزلوا المغرب. غادي نمشيو عند السنغاليين وغنديروا الاشاعه ان واحد السنغالي راه ضربوه بموس المغاربه، وغادي ننشروها بواحد الشكل قوي. السنغاليين ما عارفينش، السنغاليين ماشي كلهم عايشين في المدن الكبرى، كلهم غادي يقولوا ويلي قتلوه السنغالي، تعداو عليه، داروا ليه. غادي نهيجوا السنغاليين ضد المغاربه. غنجيو عند المغاربه وغادي ننشروا واحد الخبار ان داك الاستادي عنده 17 عام سعد راه تقتل، راه مات مسكين. المغاربه غادي يبداو او كيفاش قتلوا لينا ديالنا، شكون هذاك مول شكون المشجع اللي دار، وغادي نخلقوا شنو الهدف من هذا الشيء كله. الهدف هو نقزموا المغرب في افريقيا. الهدف من هذا الشيء هو داك الترحاب، داك الصدر الرحب ديال المغرب وكل شيء نحشوه، نديروا العصا الرويضه للدبلوماسيه الملكيه والدبلوماسيه الرسميه ديال البلاد. هذا هو الهدف ديال هذا الشيء كامل. وراه الا درنا ورجعنا غادي نلقاو شكون اللي من مصلحته يحش المغرب الامتداد ديالو في افريقيا ونخسر العلاقات مع عدد من الشعوب الافريقيه ونسخوا ليه الصوره ديالو. غادي نلقاو جوج جهات. غادي نلقاو من مصلحه النظام الجزائري وليس الجزائر الشعب الجزائري، النظام الجزائري. غادي نلقاو المخابرات الفرنسيه. كتعرفوا العلاقات بين ماكرون وجلاله الملك العظمه، العلاقات زوينه طيبه، تعاون كل شيء، لكن من التحت كل واحد كيشوف مصلحته. يعني غادي تكون المخابرات، غتكون هذه ماشي اتهامات ولكن استنتاج، غادي يرونوها القضيه. اللي كنقول انايا للمغاربه نبقاو على صباغتنا، حنا الناس ديال الاصل، اللي جا عندنا مرحبا به. كتعرفوا لما كنسافروا لاوروبا حتى شي واحد ما كيتلقى لنا وهذا ومرحبا بكم وهذا، اسيدي كتمشي خلص فلوسك وداكشي ودير بحال ما نعطيوش شي واحد اكثر من قيمته. ولكن الصواب والاداب والتمغربيت ما نقصوش منها، بالعكس مرحبا. انا شفت شي حوايج مثلا البارح في واحد ستوب حدا المكتب عندي، كانوا كيوقفوا فيه ديما الافارقه. البارح كيكونوا فيه واحد 4 ولا 5 عيالات، وهذا البارح لقيت غير وحده وجالسه في الجنب، وانا نمشي عندها موالف كنعاونهم.
مشيت لعندها ملي حطيت طوموبيلتي باش نطلع للمكتب، مشيت لعندها، عندها وليد، قلت لها لاباس عليك فين غبورك زعما حيت ما شفتهاش هذه واحد الاسبوع، يلاه جات هذه مي كانت قبل. قالت لي اون بور لان شي وحدين في الطوموبيلات كاين اللي كيجري علينا اللي كيسبنا حرام حرام. غادي نخمو في المغاربه اللي كاينين في اوروبا بلا وراق. شوف، كاينين مغاربه بلا وراق، كاينين مغاربه اللي كيقلبوا على مستقبل افضل، كاينين مغاربه اللي حنا ما نبغيوش شي واحد ولدنا في جزر الكناري لي سونتر عامرين بالمغاربه، في سبته ولا مليليه لي سونتر عامرين بالقاصرين المغاربه، سيروا لتركيا سيروا، حتى واحد ما يبغي المغاربه ديالنا شي واحد يسبهم ولا يضربهم ولا يدير لهم شي حاجه. الله يسهل على الجميع. اليوم خطاب العنصريه والعنف، خطاب ديال الكراهيه مرفوض في المغرب، مرفوض. وعافاكم عندك وطيحوا في الفخ، راه فخ مدروس مقاد. حنا الا نساقينا في هذا الشيء ومشينا العنصريه ودي العناطز دي هذا الشيء اللي كيتقال، هذا راه الدوله خصها تدخل. اي واحد يدعو على الكراهيه وهذا راه يتابع، لكن حنا خصنا نديروا عقلنا ونترزنوا. سرق منا كاس، القجع داير خدمته، راهو ما غايدعيو، راهو ما غادي يديروا، اياه سرق منا الكاس. راه مازال كاس العالم جاي ومازال محطات اخرى. كنا مقلقين لان كنا قلنا الكاس غادي نديوه وغنفرحوا ونكلاكسوني ونرونوا المغرب، كنا فرحانين والله يدومها افراح ومسرات، لكن فيها خير. ربحنا الشعب، حنا رابحين راسنا، غير الشعب متحد ولينا كنقولوا المغاربه بيناتهم. نعطيكم واحد الحاجه باش تشوفوا عاوتاني. خرجوا بعض الحسابات في هاد الروينه اللي واقعه ضد بعض دول افريقيا جنوب الصحراء وهما ضد المغرب، راه نفس الالاعيب. خرجوا حسابات وهميه كيقول لك المستقبل ديالنا غير مع اسرائيل، وخرجوا الرايد المغرب والرايد اسرائيل ويروجون بواحد القوه. هذا سيدي حنا بغينا غير اسرائيل، ما بقيناش بغينا افريقيا. اش هاد الهضره هادي؟ اش هاد الروينه هادي؟ ملي كندخل لهاد الحسابات اللي نشروا هذوك الرايات وداك الشكل كنلقى كذلك وهميه، حسابات وهميه. راه ما كاينش شي حساب اللي روج لهذا الشيء دخلوا ليه حتى نتوما وديروا التجربه ولقيتي بان هذاك المواطن سميتو وكنيتو وداير صورته وعنده واحد المنشورات لواحد العام ولا عامين ديال المنشورات وداك الشيء منتظم يدعو الى الكراهيه والى العنف الى اسرائيل الى. راه هذا النداء ديالي عافاكم المغاربه، ما نطيحوش في الفخ. راه اليوم غاديين وكنطيحوا في الفخ للاسف. يتلاعبون بمواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بعقول وخلق الفتنه بين المغاربه والجزائريين، المغاربه وعدد من دول جنوب الصحراء، المغاربه والمصريين. خطه محبوكه. لذلك كنقول لكم عافاكم، لا للعنصريه لا للكراهيه لا للعنف، وما نكونوا ناضجين وما نطيحوش في الفخ. خاوه اليوم انا راه لابس افريقيا وغادي نتلاقى معاه في الزنقه ولا نتلاقى في هذا، غادي نعاونو ونمد ليه يديه. وشوفوا ملي كنعاونو راه بيني وبين مولايا اولا، وما عرفتي داك الخير فين يقدر يرجع ليك ولا ولادك ولا ليك انت ولا والديك. دير الخير وعاون، وما نقولش هذا افريقي هذا عزي هذا عنطيز. هذه الخطابات كلها خصنا نحيدوها من القاموس ديالنا. احنا مغاربه، مغاربه. يسبونا من يجي واحد المؤثر مثلا في مصر ويسب المغرب، ولا نشوف واحد 1000 مصري كاع، حنا 2000 مصري خارجه، نضرب حساب ونقول المؤثرين المصريين يمكن بالعشرات وكبار الصحفيين شكروا المغرب وشافوا البنيه التحتيه، شكروا جلاله الملك، شكروا المنظمين ديال كاس افريقيا، وداروا في حسام حسن ديالهم صبنوه جفوا به الارض، مشاو للفندق اللي قال هذا ومشاو ليه ودخلوا صوروا هما هذوك المؤثرين والصحفيين وقالوا ليه ما عندكش الحق تقول هذه الهضره هذه. الا خرجوا 1000 2000 10000 ديما نقولوا ان مصر فيها 118 مليون نسمه. شنو كتمثل 1000 و2000 و10000؟
في 118 نسبه مئويه. الا عندي 51% ولا 50% ديك الساعه نقول كاين حقد. وفي اطار الحقد شوفوا كيفاش النظام الجزائري الفاشي والفاشل كيفاش كيربي الحقد في وليداته في الابتدائي. شوفوا معايا هاد المعلمه هادي بدات لا كوب دافريك البارح. واش تمنيتو نتوما شكون بصح حبيت نفهم حاجه دوكا حنايا شكون الدوله العربيه اللي جارتنا؟ على معليش على ما حبيتوش المغرب تربح علاش؟ حضرونا في الماتش يحبونا ولا ما يحبوناش؟ ما نحبوهم ولا واش بان لكم من الصغر ديالهم المغرب؟ سمعتوا قالت لهم المغرب قالوا لها يهود، كيربيوهم على الكراهيه. بحال الا دابا يهود راه سبا ما عرفاش راه من الديانات السماويه من حمله الكتاب. واش هاد الناس هادو عندهم شي عقل ولا ما عندهمش؟ واش المغرب بغاو هذيك دوك الاطفال يكبروا حاقدين على المغرب اللي ما عرفوش ان نهار يسقط هذا النظام الجزائري؟ ونقول لكم واحد القضيه، في هذا 2026 كاين مفاجات كبرى في الجزائر، وان شاء الله الا تفتحوا الحدود كتعرفوا هذيك البروباغندا ديال النظام الجزائري غادي تضرب في الزيرو بجوج دقائق. لان الشعب الجزائري، واتكلم على 50 مليون ولا 49 مليون نسمه، تحب المغرب. النظام الجزائري يقول اللي بغى يقول، يربي يحقد يدير، وغادي يكونوا ناس حنا ما كنقولوش راه القران ومعليش الاجماع هادوك الناس غيكون فيهم شي وحدين ما كيحملوناش، لكن الاغلبيه ما سوقهاش. اغلبيه باغا المغرب، والمغرب باغي هذا التوانسه النظام ديالهم ما خلى ما دار. وقلت توانسه مجاو لهنايا الصحافه التونسيه، المؤثرين التوانسه، المشجعين التوانسه، اش قالوا على المغرب؟ كلهم شكروا، والنظام التونسي ما كيحملناش، ومع البوليزاريو وزيدوا اللي بغيتوا. تبارك الله عليكم، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يسر امورنا واموركم. واحد الدعوه ديال الله يجعل ايامنا كلها افراح ومسرات ان شاء الله، وكلنا افريقيا، ماشي غير جنوب الصحراء، لا لا لا، من شمالها الى جنوبها. الشعوب بغينا نشوفوها بحال اوروبا، لما لا؟ حدود، تبادل تجاري، شعوب كتحرك بكل اريحيه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اجل الانضمام الى مجلس السلام. هذا المجلس حديث نشأة، هذا المجلس اللي الهدف ديالو هو السلام في العالم، جلالة الملك قبل، وهذا اعتراف بالمجهودات ديال جلالته من اجل السلام في العالم. غادي تقولوا لي اش مجهودات دار المغرب في العالم من اجل السلام؟ المغرب كان حاضر في التجريدات الامميه عسكريا في عدد من الدول، وهذا الشيء ماشي جديد. قبل 30 عام والمغرب ديما حاضر، ها هو في هايتي، ها هو في كونغو، ها هو فين ما. المغرب في الشرق الاوسط، راك شفتوا كيفاش المجهودات اللي دار من اجل الفلسطينيين، من اجل كسر الحصار ويوصلوا المساعدات الانسانيه. عقلتوا على النزاع الخطير اللي كان بين السعوديه والامارات ضد قطر، وكان حصار جوي حتى شي طائره ما توصل لقطر وبغاو يخنقوها، وجلاله الملك امر باش طائرات مغربيه تمشي لقطر وتوصل مساعدات انسانيه وكسر هذاك الحصار الجوي. وكذلك تدخل لدى حكام السعوديه والامارات وشد العصا من الوسط، والحمد لله تيسرت الامور في افريقيا. جلاله الملك جعل افريقيا، عدد من الدول الافريقيه، صلب الدبلوماسيه المغربيه، وقال اننا افريقيا غادي نجعلوها بواحد التصور جديد، وماشي اللي نسرقوا لها الثروات ديالها كيف كانت كدار شحال هادي، بالعكس بغينا التنميه الافريقيه والدول الافريقيه. واليوم
يتواصل هذا العمل التضامني من أجل تحقيق التنمية والتقدم المشترك الذي تتطلع إليه كافة الشعوب الإفريقية. إن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفوي ولم تفرض حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك وإيمان صادق بوحدة المصير، كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية اندماجية بعيدة المدى وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق، وترتكز سياسة ذا القرية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي أكدتها أكثر من 50 زيارة قمنا بها لأزيد من 29 دولة، منها 14 دولة منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة من خلال شراكات تضامنية رابح، ويشكل رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية منعطفا دبلوماسي هام في السياسة الخارجية لبلادنا، وهو نجاح كبير لتوجهنا الإفريقي رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريقنا. الدول الافريقيه غادي نقدموا لها مساعدات، ما كنقولوش حنا هما امريكان ولا حنا، لا، قد المستطاع ديالنا. كتعرفوا بان عدد من المواطنين ديال دول افريقيا جنوب الصحراء كيقراو في المعاهد الكبرى عندنا هنا في المغرب، في المدارس العسكريه، مدارس الشرطه، المؤسسات العموميه، كبريات المؤسسات العموميه، كاينين مواطنين من دول هذا كيديروا التكوين ديالهم عندنا، والمغرب ماد يديهم وكيعطي منح لهاد الطلبه هادو، اجيو تقراو، اجيو هذا وتكونوا. كتعرفوا كاين رؤساء دول، كاين مسؤولين سامين عسكريين مدنيين، كاين مستشارين كبار ديال رؤساء الدول، كلهم قراو في المغرب. الجامعات المغربيه، مدارس الهندسه وغيرها، غتلقى افارقه كيقراو في امن وامان وسلام، ما كاينش عندنا ادنى مشكل. اللهم قوي ولا كثر حسادنا. غير أنه يجب أن نعرف جميعا أن هناك في المقابل جهات تحسد المغرب على مساره السياسي والتنموي وعلى أمنه واستقراره وعلى رصيده التاريخي والحضاري وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. عرفتوا حسادنا؟ عندنا اولا النظام الجزائري اللي تعرى في هذه كاس افريقيا، كاس افريقيا اللي سرق منا، لكن خرج المغرب قوي منها، لان العالم باسره شاف شنو هو المغرب. درنا واحد الاشهار كبير للمغرب، المؤثرين والصحفيين العالميين اللي جاو شافوا المغرب. احنا ما كنقولوش المغرب جنة، مازال عندنا ما يدار. ما كنقولوش المغرب هو احسن دوله في افريقيا، رواندا خير منا، اثيوبيا خير منا، لكن كنديروا مجهودات كبيره. مازال عندنا مجهودات خصنا نديروها في الصحه، يوميا كنتكلم على هذا الموضوع، في التعليم وغيره، مازال عندنا مجهودات، لكن غاديين في الطريق الصحيح، غاديين في الطريق